انتصف الشهر واكتمل القمر، اللهم بلغنا تمامه وتقبل منا صيامه وقيامه، واجعلنا ووالدينا وكل من نحب من عتقائك يا الله. السلام عليكم الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. المهم البنات، اليوم جيت نشارك معكم السليلو ديالي اللي درتها رمضان. واخا سمحوا لي واخا عطلتوا عليكم حتى دخل رمضان عاد شنو سميتو حطيتو لكم. المهم كاين اللي كيخلي الصراحه السليلو كاين اللي كيدير قبل رمضان، كاين اللي كيديرو في وسط رمضان. انا درتو راه مازال ما كناكلو حتى يفوت رمضان ان شاء الله. ما كيتكلش عندنا في رمضان صراحه. كنت كناكلو في السحور هذا العام، والله ما كنقدش عليه ناكلو. قلت نخليه ان شاء الله الطوكان يفوت رمضان. المهم ان شاء الله ديك الساعه كيتكل كيجي زوين. المهم هنا البنات كان عندي كيلو ديال الكاوكاو، وهنا كيلو ديال اللوز. درت كلشي هذا العام، درت غير الرومي. الصراحه كلشي غالي، حاولت ندير السليل يكون اقتصادي. وعندي كيلو ونص ديال الزنجلان حتى هو غير ماشي البلدي، غير الرومي. وعندي هنا واحد المهم انا جبت 10 دراهم، 10 دراهم النفع و10 دراهم حبة حلاوة. نتوما تقدروا تجيبوا غير 5 دراهم، 5 دراهم. انا كيعجبني النفع وحبة حلاوة كنخليهم عندي، كندير بهم الحسيوة ديال السميدة كيعطي فيها المهم داك النفع، المذاق زوين. المهم تما درت النافع غير سخنته شويه في المقله وبديت كنطحن فيه. هذه بانت ليا كدوز ليا ديك الحبيبات، تنعاود نديرو بوحده اخرى يكونوا عوينات ديالها رقاق. وهنا داك الكاوكاو راه دخلته البنات الفران، نقصت عليه خليته حتى شنو سميتو، نقصت عليه الفران بزاف. طاب ليا، شفتوا اللون ديالو راه كيبان لكم حمر، اللون ديال الكاوكاو. عاود نقليه حسن هكا كيجي المذاق ديالو وشنو سميتو زوين، وفي نفس الوقت صحي. ما كنقليوش بديك الزيت. راكم عارفين الزيت خايبه وغاليه اللهم ندخلوا داكشي الفران، منها الصحه ومنها نقتصدوا. المهم البنات هنا عندي حتى الزنجلان درتو هكا في الطاوه، راه هو غسلته وخليته تنشفتو هكا في الصح. عاد شنو سميتو الطريقه راكم كلكم كتعرفينها، غير قلت نشارك معكم طريقتي. هنا البنات كاوكاو كيما خرجته من الفران هزيت واحد الفوطه تكون شويه حرشه هكا، وبديت كنحك فيه باش تحيد ليه القشره دغيا، باش ما يعذبكمش. غير تحيدوه من الفران وبقاو عليه، نقيوه ديك الساعه ما تغفلوش عليه. فاش تخليوه حتى كيبرد صافي هاد كتلصق مع ديك القشره ديالته. المهم انا حيدته حطيته حدا الفران وبديت كنقي فيه. هنا دخلت حتى اللوز حتى هو كنقص الفران باش شو سميتو ما يتحرقش ليا داكشي، باش يطيب ليا من الداخل. مع الا زدتو العافيات الفران كيتحرق لكم من الفوق وكيبقى الخضر وكيبقى الداخل باقي خضر. هذاك الشيء اللي كيخلي يسليلو يخسر لكم دغيا. انا خليت شنو سميتو كاوكاو تحمر على خاطرو، واللوز حتى هو تتحمر على خاطرو، نقص البوطه. هنا البنات انا الدقيق كنديرو هكا، درت شويه في القميله وشويه هكاك في الكاسرونه، كنحرك بقيت حداه تنحرك باش ما يتحرقش لكم. حيت الا تحرقت لكم غير شويه وخلطوها مع داك الدقيق، واخا كتخلطوه راه كيبقى المذاق ديالو مر. المهم بقاو عليه باش ما نخسروش المصاريف في السليلو، في الاخر نخسروها بداكشي اللي شنو سميتو، نخسرو بالمروره ديال شي حاجه الا تحرقات. المهم هادشي كيبغي نبقاو حدا حتى كنكملوه. المهم البنات صافي راه كاوكاو ساليتو عندي. انا درت كلشي هاد العام في الهاشوار، مال فكنديه للسيد اللي كيدحنوا ليا، ولكن هاد العام قلت ندير غير هكا في الهاشوار. درت كلشي هكا في الهاشوار كندحنو. هرمشتو ماشي دحنتو، غير كاوكاو اللي دحنت شويه ما باقي داكشي الهاشوار راكم عارفين غير كتهرمش. هنا درت شويه ديال حبه المسكه حره ربي. انا راني صافي ساليت كلشي، قديت كلشي ودرت داكشي في شنو سميتو في القصريه. عندي تماك حبه حلاوه، شويه المسكه حره مع السكر. هنا الدقيق اللي درت كيلو
كيلو ونص الدقيق هي 2 كيلو. كندير 2 كيلو، فاش كتحمر كتبقى دير لكم هكا كيلو ونص، المهم 2 كيلو ديال دقيق الفرص، ومع كيلو اللوز، كيلو كاوكاو، كيلو ونص الزنجلان. هنا نحرك كلشي، كنخلط داك الدقيق داك الدقيق مع واخا راه كتبان لكم الصوره البنات ما واضحاش. مع هنا كنت كنجمعو في الليل، الضو ما عطاهش شنو سميتو لونه الحقيقي، كيبان لكم بيض ولا ما عرف كاعش. هذا اللون عطاه هذا شنو سميتو التليفون، ولكن راه ماشي هذا هو اللون ديالو، غير حيت كنت شاعله البوله وعطاتني هذا اللون. المهم البنات هنا بقيت انا كنحرك كلشي مزيان، عاد كنزيد دوك القوام اللي كنديرو. حركت الدقيق مع اللوز والزنجلان حتى كيدخل ليا داكشي مع بعضياتو حتى كيتجمع، وكنزيد 3 المعالق ديال النافع و3 المعالق ديال حبة حلاوه، المهم 3 المعالق كبار سكر كلاصي، وهنا 3 المعالق القرفه، و شنو سميتو داكشي زدته. هاهي هذيك الكوزه انا كندير فيه الكوزه كتعجبني، المذاق ديالها سخونه بالنسبه للناس اللي فيهم البرد وداكشي، زوينه كدار مع سليلو وصافي. زدت دوك القوام وبديت تاني كنحرك فيه هكا باش يدخلت ليا داكشي مزيان. عاد غادي ندير الزبده تقريبا داليا البنات معانا غير هرمش داكشي، ماشي درتو حتى طلق ليا الزيت. الا كنتو نتوما بغيتوش بالزبده بزاف ديروه طحنو كاوكاو حتى كيكون بحال شنو سميتو بحال املو، وشنو سميتو باش ما تكثروش شويه الزبده. انا تقريبا الزبده راه تقريبا داليا واحده شنو سميتو داليا 1 كيلو تقريبا. مع قديتو اليوم كيما كتشوفوا تما زدت سكر كلاصي، كتزيدوا شويه وتذوقوا على حسب الجهد ديالكم في السكر. اللي كيبغي يكون حلو راه كيزيد، اللي ما كيبغيش الحلاوه كيدير شويه وكيذوق. انا كندير شويه السكر وكنذوق، كندير كلشي داكشي. عاد كنزيد عليه الزبده درتها البنات حتى سخنات. هنا البنات زدت شويه ديال اللوز هذاك غير هرمشتو، وشويه ديال الزنجلان، درت غير واحد الكاس ديال الزنجلان. كنت غنزيد شويه ديال اللوز نقلي، صافي درت بالناقص. مع دابا راه رمضان. هنا شتوا البنات الزبده، درت الزبده سونطران، ولا كاين جاني فيها داك الحليب ديالها كتير من احسن ديروا الجوده. المهم درت الزبده خليتها حتى طابت ليا مزيان حتى كيكون اللون ديالها احمر، كتعطي المذاق فن. كنزيد شويه بشويه. اللي كيبغي يكون سليلو ديالو معلك راه كيدحن داكشي مزيان. اللي كيبغي يكون سليلو ديالو ناشف هكا مقرمش راه ما كيخلي داكشي، غير كيهرمشو هكا في الهشوار. هنا البنات راني كندير الزبده وكنحك كلشي كنخلط. كنزيد شويه بشويه، من احسن الزبده تكون سخونه باش تشد لكم القوام. انا راه قديته معكم اليوم وخليته يومين ولا نهار، بتو هكاك النهار، خليته النهار وجاني شنو سميتو ناشف. الغد لي عاد زدتني شويه ديال الزبده دوبتها وعاد زدتها ليه باش يجيني شويه. هذاك درتو زبده دوبتها وعاد زدتها ليه باش يجيني شويه. هذاك درتو شويه داير رطب، هذا درتو هكا ناشف، ولكن جاني ناشف. الغد ليه تاني قديتو هذوك السوبيرات اللي حيدت، هذوك اللي غادي نعطيهم المهم الحباب اللي غادي ندق بهم الحباب ديالي. وهذاك اللي فصلت تبارك الله راه ديالي غير. يلا البنات، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش من الجيمات والتعليقات ديالكم زوينه. خليت لكم مره حتى الفيديو ان شاء الله الجاي. تفاءلوا بالخير تجدوه، كلمة نسمعها فما أروعها، فالمتفائل بالخير سيظفر به بإذن الله. فاجعل في قلبك خيرا وأبشر، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا.
اللهم اجعل يوم الجمعة يوما مبشرا لنا ونورا لقلوبنا وتيسيرا لأمورنا ومغفرة لذنوبنا، واكتب